السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب الجميع بخير وصحة وعافية. عملت صينية جلاش بطريقة سهلة وبسيطة. محشي سوداني، ممكن تسيبيه سادة على حسب ظروفك وإمكانياتك. هنا ميزة الجلاش دي أو الحلويات دي إن السوداني في كل الطبقات، مش في طبقة واحدة، لا في كل الطبقات، لأن احنا موزعينه على الورق الجلاش، مش في الحرف وبرمينها، لا في كل الطبقات زي ما احنا شايفينها بطريقة سهلة. وطبعا أنا عارفة معظمكم عملها ومعظمكم بيعرف الطريقة، بس دايما بحب أشارككم الطريقة اللي أنا بعمل بيها. والأستاذ بكار زي ما احنا شايفينه اهو، لازم يحط التاتش بتاعه ويطلع في الصورة عشان ياكل الجلاش. وهنا حبيت احفظه طبعا في علبة، وحطيت ما بين كل طبقة وطبقة جلاش كيس نايلون كده، او يعني كيس النايلون فتحته قطعته رحت عاملاه بالطريقة دي كده. شايفين بكار بياكل من الجلاش. هنا السوداني عملته في الكبة. انا بعمل الطريقة دي من زمان، ما بحبش احطه كده من غير حاجة. انا مش حاطه عليه سكر السوداني، حتة سمنة او معلقة زبدة او سمنة بفرك بيها السوداني، بتدي طعم حلو قوي في الاكل يعني. نذكر بعض بالباقيات الصالحات، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. بفوكه كده، انا مش بعجنه، لا انا بخليه زي ما يكون ايه، مش عارفه اقولها ازاي، او زي ما بنقوله رملة البحر المندية كده، بيبقى مندي كده، مش معجن في بعضه، وزي الرز مفلفل زي ما بنقول، زي ما احنا شايفينه اهو. انا مش بحط له سكر خالص يا جماعه، هحط له بس معلقه شربات او معلقتين شربات او عسل نحل. حطيت كده زي معلقه اهي، وبرضو بكمل فرك فيها، مش بحط سكر زي ما اتفقنا. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. حطيت له معلقه تانية. دي بتيجي تاكلي الجلاشه او اي حاجه حلوه محشيه، كنافه، جلاش، اي حاجه، بتلاقي الطعم بتاعها من جوه حلو قوي. السمنه عاطيه طعم مع العسل او الشربات، بتدي طعم حلو. هنا دي لفه الجلاش زي ما قلنا. انا هقسمها لولات، كل رول 4 ورقات زي ما احنا شايفينها. ادي قسمتها دول 4، كل لفه من دول 4 ورقات. تعالوا بينا نشوف احنا هنعملها ازاي. هنا ال4 ورقات زي ما هما كده. احنا كنا بنحط الحشو في الحرف كده وبنبرم. دلوقتي لا، بنفرد الحشو كله في الورقة زي ما احنا شايفينها، بنبعد عن الأطراف شوية. دي لما بتبرمي بقى الجلاش أو بتلفيه، بتلاقي الطبقات كلها، الحشو في الطبقات كلها، وانت تقدري تتحكمي في حجم قطعة الجلاش، انت تعمليها صغيرة أو كبيرة باللفة بتاعتك. ولا حطينا سمنة ولا حطينا أي حاجة، وبنخلي القفلة بتاعتها في الصينية من تحت. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. برضو بنعمل نفس الطريقة، بنفرد الحشو. ممكن بقى انت ما عندكيش سوداني، عندك مكسرات، عندك جوز هند وزبيب، ما عندكيش حاجة خالص، ممكن تعمليها فاضية او كريمة، حسب المتاح عندك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لفيناها زي ما احنا شفنا، وبنحطها في الصينية. هنا عملنا الصينية كلها، دول طلعوا 6 لفات. في صينية كان في واحدة هي ما كانتش متسوية، كان المفروض اسويها قبل ما احطها في الصينية. بتقطعيها بقى ايه سمبوكسات كده، او زي ما بيقولوا 7 و8 كده مع بعض، او مثلثات على حسب المسمى المتعارف عليه يعني. بنقطعها بالطريقة دي او بالشكل ده. وبرضو بقول عايزة سكينة حامية او اللي هي المشرشرة دي شوية، بتساعد في التقطيع.
ولازم الجلاش يكون طازة عشان يكون طري، تقدري تتحكمي في التقطيع بتاعه برضو، وفي اللف بتاعه ما ينشفش منك. معانا نص كوباية سمنة رشيناها زي ما احنا شايفين كده، وزعناها على الصينية. طبعا هي ما كانتش، حطيت معلقة سمنة كمان ووزعتها ودخلتها الفرن، طلعت بالجمال والطعامة دي والشكل الحلو ده واللون العسل ده. وكنت عاملة الشربات قبلها بيوم مع كوبايتين سكر على كوبايتين مية. هتقولي لي السكر كتير، اقولك ان انا مش حاشية من جوه سكر، ممكن تقللي كمية السكر على حسب ما انتي حابة. وطبعا الجلاش سخن والمية واللبن، الجلاش سخن والشربات بارد. دي الشكل النهائي بتاعها، بطريقة سهلة وبسيطة، وأكيد كلنا عملناها. يا رب يكون الفيديو عجبكم، أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.